كنت تعرف ان اكبر غلطه ممكن تعملها وللاسف ناس كتير بتعملها لما بتيجي تبدا تتعلم برمجه هي انك اول حاجه تعملها تدور على لغه برمجه تتعلمها؟ بص يا سيدي، عشان تبقى فاهم، بس البرمجه مش شويه لغات البرمجه دي اصلا ما هي الا تولز او ادوات بتساعدك تنفذ مهمه معينه. طب ايه هي اول لغه ابدا بيها؟ برضو انت بتفهمش ولا ايه يا ابني؟ فكر قبل ما تتكلم وبلاش تسال اسئله غبيه. السؤال الصح هو ازاي ابدا اتعلم برمجه. طيب ابدا ازاي؟ ايوه كده انت اتعلمت مني حاجه اهو. بص يا سيدي، كل اللي عليك تعمله انك تبدا تدور على المجال اللي انت عاوز تتعلمه. مثلا عاوز تبدا موبايل، عايز تبدا ويب، عايز تبدا تيستنج، ايا كان اللي عاوز تتعلمه. هتبتدي تشوف ايه اللي المجال ده محتاجه وتبتدي تتعلمه. وانا يعني لو كنت عارف كنت جيت لك. استنى يا ابني عشان تعرف المجال اللي انت اخترته ده ايه اللي هو محتاجه. كل اللي عليك انك هتعمل سيرش عن حاجه اسمها رود ماب للمجال ده. يعني مثلا انت اخترت الموبايل، فهتسيرش على رود ماب للموبايل ديفلوبمنت مثلا، او تسال شات جي بي تي. ولما تبتدي تمشي على الرود ماب دي في الطريق هتلاقي نفسك اتعلمت كل الحاجات اللي المجال ده محتاجها، وبرضه هتعرف ايه هي الحاجات اللي ناقصاك عشان تبقى جاهز في المجال ده. وده معناه ان مفيش رود ماب كامله، بس الرود ماب بتوجهك بس وبتساعدك انت هتبتدي تتعلم ايه عشان تمشي في الطريق الصح. بس انت ما قلتليش برضه ايه هي اول لغه ابدا بيها؟ انت بهيمة يابا، بهيمة يابا. بص انا هقول لك اخر حاجه ويا رب تفهمها. افهم ايه؟ ان كان معاك عراقي من مصر وسلام. خد بس سلام يا عم. قول لي طيب ايه هي اللغه؟ غور يالا يا عراقي. استنى يا عم.